نفسي اقول بصراحه ان احنا قربنا نخلص الدوري بما ان احنا في الجوله 29، بس لا لسه بدري ما تقلقش. المهم ان الزمالك بيتعادل مع فاركو في تعادل يعني ملوش اي 30 لازمه، والاهلي بيفوز على الداخليه برباعيه. فيلا بينا نخش على الفيديو. طبعا انا ابدا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. برضه ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين والسودان وسوريا ان ربنا ينصرهم ويثبتهم وتعدي الامه دي في اقرب وقت باذن الله. وخلينا نبتدي بماتش الزمالك وفاركو. نبتدي بالحارسين اللي كانوا عاملين ماتش الى حد ما كويس على قد الفرص اللي جات لهم. مشكلتي بقى كانت في الدفاع. دفاع الزمالك النهارده مفيش مسلوسي وحسام، ما تفهمش هو يعني الثنائيه دي انا بصراحه ما بطمنلهاش، بس هي ماشي. اللي خاربها اكتر ان شحاته وعمر جابر ما كانوش في احسن مستويات، بالاخص عمر جابر. يمكن شحاته يعتبر يعني كويس، بس عمر جابر لا ماتش ما كانش احسن حاجه خالص، او ملوش علاقه بالماتشات اللي فاتت اللي كان بيقدمها بشكل كويس. وطبعا برضو عندك دونجا النهارده بتشوفه بيغلط كذا مره في كذا ماتش. ده ما اقدرش الوم دونجا لوحده، لان دونجا بيلعب في نص الملعب لوحده، معاه ناصر ماهر ومعاه عبد الله السعيد، ودول الاثنين غالبا ما بيرجعوش. ده هو بني ادم، انا ما اقدرش الومه على فكره ان انت ازاي ما باصي غلط وانت بتدافع لوحدك. الاول كان معاه محمد شحاته في نص الملعب، فكانوا الاثنين بيساندوا بعض. دلوقتي انت اضطريت خلاص تلعب محمد شحاته ناحيه اليمين، يبقى حاول ان انت تنزل حد سواء كان من الناشئين او من نص الملعب ان هو ينزل يساعد واحد زي دونجا. وبالنسبه لي اكتر حاجه تلخص الماتش ده هو العب يا عم بالناشئين بقى، والناس اللي انت شايف ان هي ممكن تمشي واللي عايز تسوقهم واللي محتار عايز تقعدهم ولا تمشي. ليه انا بقول لك دي اكتر حاجه تلخص الماتش؟ لان انت خلاص لعبت بالاساسيين، لعبت بالاحتياط، مش فارقه كده كده. انت لا بتنافس على دوري ولا بتنافس على بطولات افريقيا، بل بالعكس انت ضمنت كمان مقعد في الكونفدراليه. فشوف بقى لعيبه جديده. انت شفت ايام فيريرا كان واحد زي سيد نيمار ويوسف اسامه نبيه ويوسف فاروق جعفر، الثلاثه دول طلعوا كانوا من نجوم الفرقه، وانت كنت مضغوط ساعتها. ما بالك بقى لما اللعيبه دي مش طالعه تحت ضغوط، بالعكس انا مش بنافس على حاجه بلعب براحتي، فانت ممكن تطلع لعيبه اكتر فاكتر. اما عندك بقى الماتش اللي بعده فكان ماتش الاهلي والداخل. انا عندي مشكله في الاول يعني معلش، مخرج المباراه. ما هو بص انت حضرتك يا تعيد اللقطه ما تجيبهاش، ما ينفعش تجيب لي في النص بعد كده تكمل، او ان انت تجيب لي اللقطه من الاول وبعد كده تقطعها في النص. ما هو ده مش شغل سسبنس، انا مش داخل فيلم حضرتك، انا بتفرج على ماتش عايز اشوف لقطه اعاده الجون، اعاده مثلا لقطه خطيره، اعاده تدخل. ايه ده؟ المشكله مثلا بيقطع مثلا عشان في هجمه خطيره او الكره ابتدت تطلع، لا هو قطع كده مزاجه مش عايز يكمل اللقطه وراحته غالبا يعني. اما بقى لو جينا نتكلم عن الماتش اكتر، فابو علي يا جماعه، ابو علي الواد يعني بسم الله ما شاء الله مهاجم. شايف التحركات يعني هو بص كويس، والتحركات والكلام ده كله مش عارف بيفكرني شويه بكابتن ازارو، لان يعني التضييع اللي بيضيعه ده هو بيفكرني بالغالي يعني نتمنى من كابتن وسام الحاجات دي ما تضيعش، يعني هي دي بس المشكله البسيطه معايا. وكمان حاجه ضربه الجزاء انت جبتها والحمد لله، بس انا بحب اللي هي في السقف دي اللي هي بتتركن دي، اللي هو انا شفت اصلا ضربه جزاء اللي هي قلت خلاص، بس لو مش ضامنها خلاص العب زي ما انت حابب، المهم تخش في عندك برضه حسين الشحات. بسم الله ما شاء الله، استمر يا كابتن حسين على هذا المستوى، استمر ولا تنظر الى الحاقدين والكلام الجميل اللي انتوا بتقولوه ده. بص كمل. بس ان حسين لما محدش بيركز معاه بيطلع نار، يا ريت نفضل ما مش مركزين معاه. بص حسين ولا اي حاجه ولا كاني قلت حاجه. عندك برضو واحد زي عمر كمال يا جماعه. عمر كمال لعب 20 دقيقه يعني بال 70 دقيقه اللي لعبها كريم فؤاد وال 90 دقيقه بتوع محمد هاني، باك رايت او ليفت عصري اللي هو بهاجم ودافع كويس. يعني شوف الموضوع بسيط ازاي، وانا مش عارف ازاي طلعت من بوقي ديت لما كنت بعمل حلقه الانتقالات قلت عمر كمال ملوش لازمه ان هو يجي. انا غلطان، انا اسف يا كابتن عمر. المناظر اللي احنا كنا بنشوفها ديت فعلا انا مش عارف اقول ايه. ما كانش عاجبني النهارده شويه هو كان عبد القادر محتاج يشتغل شويه على الفينش وطبعا على جسمه، ولكن يعني موضوع الجسم دوت يعني تقريبا 3/4 لعيبه مصر محتاج تشتغل على جسمها. بس هو عموما كان عامل ماتش لطيف يعني، شفنا كان ممكن يروح بهجمه خطر هجمتين، شفنا رأسيه منه، يعني شفنا شويه لمحات كويسه. بس قول لي رايك تحت في الكومنتات، هل انت متفق معايا في فكره الزمالك ان هو يلعب باللعيبه الناشئين واللعيبه اللي عايز يبيعها او عايز يسوقها؟ قول لي رايك تحت في الكومنتات. وبرضه لو عايز تقول حاجه على الاهلي يعني ايه الكومنتات مفتوحه، خد راحتك يعني. وبرضه لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. السلام.